هزيمة الأهلي أمام بالميراس 2-0. أنا لو قعدت ألعب 6 أيام مش 30 دقيقة، نص ساعة اديها لي بعد العاصفة، لا قعدت ألعب 6 أيام. قال لك الماتش هيكمل 6 أيام، مش هعرف أتعادل معاهم، أنا مش هعرف أجيب جول، أنا مش هعرف أسجل فيهم جول واحد. إيه ده؟ هو ده الأهلي؟ هي دي اللعيبه اللي جبناها؟ هو ده اللي المفروض قلنا احنا مطمنين على الاهلي هجوميا، بس عندي مشكله دفاعيه؟ لا، ده انا عندي مشكله دفاعيه ومشكله هجوميه، وفرقه اتقل مني وفرقه اقوى مني وفرقه في فرق مستوى بيني وبينها، وعك في الملعب في حاجات كتير من المدرب، ولاعيبه في غير اماكنها، وما بشوطش كوره على الجول. في ايه؟ في ايه بجد؟ ما بنهاجمش. 30 دقيقة بعد التوقف قلت الاهلي هينزل بدوافع تانية مع التغييرات، مع التوقف اللي حصل ده اللعيبة هتشد بعض. مفيش. ما كانتش عاصفة بره الملعب، دي كانت عاصفة جوه الملعب من بالميراس. هجمتين 3 منظمين جابوا فيه الجولين. الهجمة التانية اللي عملوا فاست بريك بتاع كرة يد، مش هجمة مرتدة، تك 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 جول في ثانية. انت مش عارف تنقل كورتين، انت مش عارف تباصي، انت لعيبتك مش عارفه تباصي، لعيبتك مهزوزه، ركبها بتخبط في بعض من بعد الايقاف بتاع المباراه، لعيبه نازله مش عارفه تباصي الكوره قسما بالله. ايه كميه الميس باص دي؟ ايه كميه الصعوبه في نقل الكوره دي؟ طب يا عم شوط واحده من بعيد على الجول، سدد، مفيش، ارفع، مفيش، هاج،